انا ايدي اتخدلت، خد بالك. من العدم. ده فلوج من بتاع زمان. انجوي. السلام عليكم. عليكم السلام. مش عارف التأخير ده، مفيش التزام بمواعيد خالص يعني. يا استاذ ده يا استاذ. الساعة 11 مش باين. 11 انا صاحي من 7:30 والله ما شاء الله. اهلا بالاوزمو بوكيت 3، اهلا وسهلا والسلام عليكم ورحمة الله. ابني عمال يعيط يا عم، مش عايزني امشي. ده بر الابن ده ولا ايه؟ بر الوالدين. يا هلا والله. احنا رايحين فين يا استاذ احمد؟ قلت للناس احنا رايحين فين؟ لا والله لسه ما قلت. انا لسه يعني بشرب القهوه بتاعتي عشان انت عارف ان الواحد ما نامش خالص. نعم. رايحين يا باشا. ايه، عملنا كام مشوار كده يعني، جمعنا كام مشوار كده الحمد لله في القاهره، فرايحين نخطفهم كده ايه في السريع. يس بالكينج. هابت ستاكينج. يس عارف فول ستاك. يس نطلع من هنا عشان نروح ايوه عشان البتاع ثواني. خلينا نجيب باور بانك. انا يا رجاله هشاهدكم معايا. انا كنت بشحن بالشاحن بتاع الراجل الطيب ده، تمام، في العربيه هنا. فالشاحن كل شويه عمال يعلق والتليفون يشحن شويه ويفصل شويه. فانا متطوعا رحت جاي عامل ايه، قلت هز الشاحن يمكن معلق ولا حاجه، او مثلا اللي هو الشاحن اللي بيركب مكان الولاعه ده، فشلته وحطيته بس ما عملش حاجه تاني. هوب الفيوز ضرب. مرزق من يومك يا ابو السلكات. اداها في ايدك يبقى تراب. الحوار ده مثلا بقاله اسبوع، تمام. فكاميرا العربيه هنا فصلت والشاحن فصل، وكل ما نركب بقى يا عم يعمل لي حوار ويقول لي انت اللي بوظته وانت اللي كسرته. انت لمسته يا عم ال5 جنيه بتاعت الفيوز انا هدفعها من حر مالي. انت راجل مبروك. من حر مالي. اديته بس ايه لمسه، الفولت بتاعك عالي. انا يا باشا هدفع ال5 جنيه بتاعت الفيوز، ما انا هتكفل بكل المصاريف. من افسد شيئا فعليه اصلاح. ده كلام جميل. كلام عشان بس ايه ما نقعدش تلومنا وتقول لنا انت اللي بوظته وانت اللي عملته. ربنا يسترها. بس للامانه انا ما عملتش حاجه، انا شلت الشاحن وحطيته. كان شغال بس قبل ما تلمسه ولا لا؟ كان شغال يا سيدي. لمسته وباظ ولا لا؟ حقك يا سيدي، حقك يا سيدي. الواحد على ما بيوصل القاهره بيطرب، والله العظيم بيطرب. المشوار لوحده الواحد يعني بص بيبقى عايز يعني. في مثل عندنا في الفلاحين بيقول لك من خرج من داره اتقل مقداره، والله العظيم. اهو لسه ما عملناش حاجه. انا عايز اروح. انا تعبان. معلش. احنا اول حاجه رايحين عند محمد مصطفى عشان نمضي بقى على النوت بوكس سيفونيرز. صح الاستوديو صح. ايوه يا عم. طيب يا عم الحمد لله على السلامه. طلعنا شكل سي. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ الناس جابوا لنا مروحه الحمد لله. متكيف كده يا ابو احمد؟ زي الفل. انا متمروح دلوقتي. راضي الحمد لله. انت بقيت بتاخر علينا يا مستر محمد. البيزنس خلاص غيرك. انت بتصور دلوقتي؟ ماشي يا عم. يا عم دلوقتي ابويا احمد هيمضي سيفونيرز للناس بتوعه. سماها ايه دي يا ابو زيد اصلا؟ سموها اهداء. لا النوت بوك اخر ورقه بقى. الشمال هنا صح. ذا جورنالينج نوت بوك. او عشان تبقى مكافأة لما الشخص يوصل للاخر. انت افرض ان هو بيبدا من الشمال لليمين فتشجيع. صح. ان هو اثنين. بسم الله يا جماعه الراجل جاي يعني مخصوص وبيضحي. اهداء خاص. ابو زيد. حلوه دي صح؟ حلو بس كتير. وانت لما تيجي تمضي على 200 واحده. بص انا ايه يعني هحاول ننوع بقى انت ونصيبك يعني عارف. يعني احيانا كده ربنا واخد بالك. الموضوع باختصار انتوا عارفين ان احنا عندنا الجورنالينج نوت بوك الجميله، ففي ناس بيبعتوا لنا ملاحظه عند الشراء ان هو عايز اهداء. فمحمد مصطفى من H2Do شريك في عمل هذه النوت بوك الرائعه قال لي ايه رايك تعدي عليا ونهدي بعض النوت بوكس كده للناس. انا حقيقه كنت مستغرب من الفكره ولكن يعني قلت ليه لا، يلا بينا وقد كان. انا ايدي اتخدلت خد بالك يعني. انا ما عادش عندي مشكله بس اللي بعتوا لي والله ايدي صبعي اتخدل ما عادش حاسس بيه. بس فكره ايه؟ لا ان الراجل بس عنده طياره.
انا خدت السلقه الاولانيه. الصوت بتاع العربيه من بره مولع. انا خدت السلقه الاولانيه. طب ما تشغل التكييف كده يا حبيب اخوه. بعد كده رحنا لاسلام حسين. اسلام ينفع، هذا الرجل الجميل اللي سجلنا معاه بودكاست رائع. لو ما كنتش اتفرجت عليه طبعا روح اتفرج عليه بعد الفلوج ده. فقعدنا معاه شويه حلوين. اسلام الحقيقه من اكتر الناس اللي عندهم ثبات انفعالي. الراجل طيارته الساعه 8 وكان لحد الساعه 6 قاعد معانا. يعني الطياره هتطير الساعه 8 وهو لحد 6 لسه هيطلع من هنا لحد المطار. without ستريس. احنا كنا قاعدين 3 قلقانين له سلف. يعني احنا متوترين وبناكل بسرعه كده ومش عارف استمتع بالاكل علشان الراجل اللي وراه طيار. هو يعني تمام هنلحق. اظن ان انا لو ورايا طياره يعني في الغالب يعني هبات في المطار، مش اقعد تحت العجله اقول له هنحمل معاهم، فاهم؟ طيب يا عم انا من ساعه ما طياره الاقصر دي فاتتنا لما كنا طالعين انا وعمر عبد الرحيم. لا انا بقى عندي الموضوع صعب جدا يعني بصراحه. يعني فكره انت اللي تكون قبل الطياره ب6 ساعات هناك. بس انا بقول له اسلام انت محتاج تدي كورس في الثبات الانفعالي واداره الضغوطات، ستريس مانجمنت بصراحه. فرهيب ربنا ييسر له الامور يا رب. احنا رايحين فين دلوقتي يا ابو احمد؟ رايحين لعم التك في مصر اور MKBHD. يس مستر يحيى رضوان. يلا شغل النافيجيتور. ما بلاش اني علي مفيش كوبري اكتوبر هنا طلعوا لنا تاني. قد وصلني. امان تيم السلام عليكم. ايه الاخبار؟ السلام عليكم. طب مش تعرفنا راجل اسمه ازيك يا باشا؟ ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ رجلنا في الفيديوغرافي اول في عالم صناعه خش عشان ما تلوزش. لا يلا عشان الكونتينيوتي خش بس. يلا يا باشا كمل واحنا هنقعد جنب محمد. اي حد ما شافش كواليس يحيى رضوان قبل كده this is the behind the scenes. ودايما شايف نفسه هنا. بص يا نهار ابيض عدانا بس. سلام بسم الله. هجيب لك كرسي صغير. تتضايق ولا حاجه لما بيكون حد في المكان ولا انت تمام؟ انا بقرا يو ار برو يا برو. ولا كأن حصل حاجه وهنعمل تاني. يلا بينا. ايه ده يا صاحبي؟ اهلا بيك. لازم اديك التور بقى. اديني اليكسا هاي. اوكي. اديني. اعوذ بك من لحظه اعطاء الجيف اويز. ايوه بقى. ايوه انت ليك 3. لا كتير يا صاحبي. كتير ولا الله. حاجه يا باشا. شكرا الله النضاره بتاعتك. لا مؤاخذه. الله. طب والله ده انا هحطها هنا على البتاع ده. يا باشا ده انا متشرف والله. اقسم بالله. يعني هعمل لها برواز كده. شكرا ابيض. مين دول يا صاحبي؟ دول احنا بقى. تمام. ده محمد. تمام. محمد مين؟ ده محمد الجمل صديقي. يعني بص شكله جانجستر. كان بيصور معاك فيديوهات زمان في المحل. بالظبط. ده صديقه وابن عمتي في نفس الوقت. طب وده؟ ده مودي. ازاي مش عارف. مودي. بس البي او في غريب خالص يا مودي. وده يحيى كيوتي حلوه قوي الصوره دي. يا جاهز. جاهز. نو. استنى كنت بشوفهم بيعملوا حركه كده. ايوه لف على الاخر. لف الاخر. بص بقى وراك وقدامك ولف بالكرسي براحتك. يا الله. تعمير وشك جامد فشخ. لازم اجرب. يا يحيى مفيش حاجه تحسن بس يعني فيه ولا مفيش؟ هي دي عشان محتاجه لازم لينسز. لا بس حتى من غير النضاره يعني انا متخيل لو انا شايف كويس. الشاربنس اصلا. يا الله. جرب بقى. عشان نظره هو يعني. عشان النضاره. جرب بقى انفايرمنتس مختلفه. تك على الكراون او مش لازم تتك، ممكن تبص بايدك وتتك على النقطه اللي بطن ايدك. لذيذ قوي الحركه دي. في مثلا اتفرج عليهم كلهم. في عندك يوسيميتي وهلاكلولو دي اللي فوق خالص. او لا هلاكلولو. مالديفز ايه؟ انا عايز اقول لك على حاجه. هي دي جزيره مفوشي؟ ما اعرفوش ده. بس الشجره دي ازاي
يا جدعان امشي على الرمله كده. لا ما ينفعش. يا جدعان ده كده 100% immersion. بس لو انا بصيت لك بص لي كده هيطلع من العدم. فكرتني بموقف احكيه لك بعدين. ريكس. بص لك كم هنا كويس، بس لا الكاميرا حلوه يعني. بصوا يا جماعه، يعني فور ميتنج ولا حاجه يعني مور ذان انف. تعرف منين ان الراجل ده OG يوتيوبر؟ لما تلاقي عنده البتاع ده. ده القديم ولا ايه؟ ده القديم يا ريس. والله ايام يحيى العز. من الاوجي ده كان بيقعد شكله احلى عامه. ده كان بيقعد شكله أحلى من كام ال- 3-4 شهور على ما يجي ده زمان بقى. بس ده شكله احلى من بتاع دلوقتي. كتير. انضف كتير فشخ. التاني ده خد بالك التاني ده تشيب التاني ده تاخده تعمله صينيه مثلا ايه؟ ايوه. لا يا باشا الاوجي الحقيقي اللي معاك عندي جولد. عارف الجولد؟ لا انت معاك الجولد. لا لا؟ اول باتش في التاني ده للاسف. اي يعني هكلمه يبعت لي واحد يا عم. لا لا حقيقي انت بادئ بجد. من امتى؟ OG. سنة كام؟ 16. لا او جي كده. 22 وارقام غريبه كده. لا بس ده الاوجي يا عم الله يخليك. لقد استمتعنا يا مستر يحيى. This والله was احنا استمتعنا amazing. خالص، انا انبسطت This جدا was والله العظيم. amazing brother. حبيبي حبيبي. وفرصه سعيده جدا 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 Yeah, جدا yeah, جدا برو. technology, Hey, man. yo, برو. يو والله brother مان ثانك يو اند فيري نايس تو ميت يو. والله انا اسعد يعني- خالص بجد، وانت هنا بقى يعني خلينا نتقابل. من زمان الواحد ما استمتعش بوقته كده والله. والله ده انت حسيتش يعني بالوقت انبسطت حرفياً. جدا اول مره تيجي. يا يشد يعني لا هنيجي كتير بس واسفين لو كنا عطلناك عن التصوير ولا حاجه. انا عارف انك انت قاعد انا بتفرج انت قاعد تتفرج على التصوير انت كده، انا اللي عطلتك حبيبي. لا والله يا ثانك يو مان والله على الهديه يا عم. كانت تفصيله. رغم عدم حبي للسفر للقاهرة عامة إلا إن اليوم ده هو كان متعب بس كان جميل. يعني في ناس بتقعد معاهم بتقوم محترق، بتقوم دماغك شايط، طاقتك صفر، محتاج إنك تريتشارج أو تعمل إعادة شحن لطاقتك. وفي ناس القعدة معاهم أنت مش عايز الوقت يعدي، مش عايز القعدة دي تخلص، بتحس إن أنتوا بتتكلموا نفس اللغة. يعني لما قعدنا مع إسلام في مساحات كتيرة جدا مشتركة، والشغل والبيزنس والسفر ومش عارف ايه، فحاجات مثيرة جدا للاهتمام. بعدين رحنا ليحيى، فبقى يعني انا اصلا مهووس بالتك، والراجل كان جايب لي ايباد 9 جن معاه من الامارات، وياخدني بقى الطور في الاستوديو بتاعه والمعدات يعني هي مش جميل. قعده جميله، قعده مش عايزها تخلص. ويحيى من اجمل الشخصيات اللي ممكن تقعد معاها وتتكلم معاها يعني. واسلام جالنا على هناك، اسلام محفوظ كوتزيلا. خلصنا برضه قعدتنا ورحنا مع اسلام شربنا قهوه الطريق بقى، وقعدنا برضه نكاتشب كده ونتكلم. فلما بتقعد تتكلم مع الناس دي او الناس اللي هم بيسموها لايك مايندد ولا مش عارف ايه، اللي هم ايه، انتوا شبه بعض في التفكير، مش شرط 100% ولكن في مساحات مشتركه ما بينكم. فحاول تلاقي الناس دول يا صاحبي، يعني حاول تدور عليهم، تتعرف عليهم، على الاقل تتابعهم، شوف الناس اللي بيتكلموا اللغه بتاعتك، الناس اللي عندهم نفس اهتماماتك. حقيقي متابعتك ليهم وكلامك معاهم لو ده متاح يعني، بتحس لا بتقوم من القعدة دي انت مشحون وعايز تنطلق بعدها وكسر الدنيا. فكان يوم متعب ولكنه كان يوم جميل. نلقاكم ان شاء الله في حلقة من الفلوجات اللي هي الأولد جولد دي. سلام.